حاجه محدش هيقولها لك، لو لقيت اي مشكله حاول تحولها لفكره وتبيعها، هتحقق ارباح غير طبيعيه. كل المهووسين برياده الاعمال عارفين ان اي مشكله بسيطه ممكن تبقى فكره مربحه، وده اللي عمله مؤسسين براند ريوايند ات 10. البراند ده عباره عن صبغه للدقن تبان فكره عاديه، بس هم سوقوها صح لما لقوا ان في شريحه من الناس عندهم مشكله في دقنهم، اما الشعر فيها مش كفايه او فيها ماجن ما بيطلعش فيها شعر. لعبوا على الشريحه دي باعلانات تقول لهم ان هم بيواجهوا مشكله في دقنهم، وانهم عندهم مشكله في الثقه في نفسهم بسبب شكل دقنهم، وانهم ما بيقدروش يصوروا نفسهم زي الناس العاديه ويحطوا الصور على السوشيال ميديا. وده خلى البراند بتاعهم يوصل للناس دي بسرعه، لانه عرف يقول لهم المشكله فين وعرف يقول لهم الحل فين. مش بس كده، هم كمان عملوا صبغه بالوان مختلفه عشان تمشي مع كل الناس، وكمان عملوها بخامات تحافظ على البشره وتخلي الشعر يطلع ويبقى كويس. يعني ما يقدموش منتج شكله خلاص يا واد، لا ده قدموا منتج قيمه كمان. الخلاصه يا ابني الناس دي نجحت عشان عرفوا يحددوا المشكله فين، وعرفوا يحددوا الشريحه اللي بتواجه المشكله دي، وكمان سووا المنتج صح، وكانوا بيقولوا المنتج ده هيزود ثقتك بنفسك وهيخليك تتصور على السوشيال ميديا براحتك وتعمل فيديوهات وتبقى طبيعي زي كل الناس. عشان كده عم رائد بيقول لك مش لازم تخترع الصار، انت ممكن تدور على مشكله موجوده وتلاقي لها فكره، الفكره ديت تاخدك في حته تانيه خالص. وده معني لو عايز دقنك تطول يا واد.